وبيقول لصاحب المحل انا عايز اشتري حصان. فصاحب المحل بيقول له انت عبيط يا اسطى ولا ايه؟ حصان ايه اللي هتشتريه من هنا ده؟ بيبدأ الفيلم في سنة 965 وبالتحديد في النرويج. وزي ما انت عارف ان الشعب النرويجي كان بيؤمن بآلهة غريبة جدا زمان، فبيظهر لهم وحوش ضخمة اسمهم عمالقة الصقيع. وكان ملك عمالقة الصقيع دول اسمه لوفي، مش لوفي بطل وان بيس لا. ولما كانوا هيدمروا النرويج باللي فيها ظهر ملك اسمه اودين، واودين ده يبقى ملك مملكة اسجارد، وقدر انه يهزم لوفي ورجالته وياخد منهم مكعب ضخم كده. والمكعب ده زي ما واضح من شكله كده انه مصدر لقوة خطيرة. وبعد ما انتصر اودين في الحرب دي لقى طفل رضيع وقرر انه يربيه، والطفل ده بيكون اسمه لوكي، وبيكون اتربى مع ابن اودين واللي اسمه ثور. وبعد سنين كتير بيكبر ثور وبيكون بيستعد انه يبقى الملك الجديد لأسجارد، وبنشوفه وهو بيحيي الناس بمطرقته العظيمة والناس كلها بتسقف له. ولما كان ابوه اودين هيعلن انه بقى الملك الجديد خلاص، بيحس ان في حد غريب دخل القصر. وفعلا بنشوف 3 من عمالقة الصقيع وهم بيحاولوا يسرقوا المكعب الغريب ده، لكن بيظهر لهم حارس ضخم كده وبيخلص عليهم في ثواني. ولما ثور بيعرف بالموضوع ده بيكون عايز يحارب عمالقة الصقيع، لا ده كمان عايز يروح دلوقتي يخلص عليهم. لكن اودين بيقول له ان اللي انت عايز تعمله ده هيتسبب في حرب كبيرة جدا، حرب هتدمر الممالك ال9. وبنعرف بقى ان من ضمن الممالك ال9 اللي اودين بيقول عليهم دول هم كوكب الارض. فثور مش بيقتنع بالكلام ده وبيروح يقنع صحابه انهم يروحوا ينتقموا من مملكة الصقيع لوحدهم. لكن لوكي ما بيكونش مقتنع وبيقول له انت كده بتعصي اوامر ابوك، لكنه في الاخر بيروح معاهم. وبنشوفهم وهم واقفين قدام هاندل حارس البوابة، وهاندل ده عنده قدرة انه يبعتهم لاي مكان هم عايزينه، وكمان يرجعهم من المكان ده في لحظات بسيطة جدا، وبيقدروا انهم يقنعوه وبيبعتهم لمملكة الصقيع. ولما بيروحوا بيستقبلهم الملك لوفي، بس الصدمة انه بيكون عارف انهم جايين، وبيكون محضر رجالته عشان يحاربوا ثور واصحابه. وفي اثناء القتال بنعرف ان كان في خاين في مملكة اسجارد هو اللي خلى جنود مملكة الصقيع يقدروا يدخلوا ويحاولوا يسرقوا المكعب. وبتبدأ معركة شرسة جدا بين الطرفين، وبنشوف عملاق ضخم جدا بيظهر لهم، والوضع بيتأزم على ثور واصحابه لحد ما في الوقت المناسب بنشوف الملك اودين وهو بيظهر وبيوقف القتال، وبيقول لملك الصقيع انه لازم يوقف الحرب دي فورا. وبياخد بقى ثور وبقية العيال وبيرجع بيهم مملكة اسجارد، وبيتعصب على ثور وبيقول له انه طفل متهور. فبيرد عليه ثور وبيقول له وانت عجوز جبان بقى ايه رايك؟ فبيقرر اودين انه يسحب قوة ثور منه، وبيقرر كمان انه ينفيه. بس الغريب بقى انه لما قرر يعاقب ثور بالنفي قرر انه ينفيه لكوكب الارض. عقاب قاسي جدا يا حاج اودين والله. وكمان خد المطرقة بتاعته وقعد يكلمها وقال ان محدش هيقدر يشيل المطرقة دي الا اذا كان يستحقها، ورماها برضه في كوكب الارض. بعدها بقى بنشوف مجموعة من العلماء في الصحراء، واللي بيكونوا جين ودريك ودارسي، واللي بيلاقوا ضوء غريب جدا ظهر في السماء، فبيقرروا يمشوا وراه بالعربية بتاعتهم. بس وهم ماشيين بيخبطوا في شخص بيظهر من العدم، وايوه الشخص اللي خبطوا فيه ده هو ثور. ولما بيفوق بيفضل يندع على هاندل عشان يرجعه المملكة مرة تانية، لأن هاندل مش مجرد حارس بوابة يعني، لا ده كمان بيشوف كل الناس في العوالم ال9 كلها. لكن هاندل ما بيردش عليه، وبيكون العلماء ال3 مستغربين منه، فبتروح دارسي تكهربه عشان بتكون خايفة منه. بعدها بنشوف ثور وهو بيفوق في المستشفى وبيبدأ يضرب في الدكاترة ويكسر في كل حاجة يقابلها لحد ما بيدوله حقنة مهدئة عشان يبطل اللي بيعمله ده. وتاني يوم بنشوف شخص راكب عربيته وبيلاقي حفرة كبيرة في الأرض، وبنلاقي إن المطرقة اترمت في المكان ده وهي اللي اتسببت في كل ده. فبيحاول الراجل ده إنه يشيلها لكن ما بيعرفش، فبيروح يلم أصحابه ويعملوا مسابقة كده على الضيق على مين هيقدر يرفع المطرقة، وبيجيبوا عربية ربع نقل أو نص نقل مش عارف عشان يشيلوا بيها المطرقة. لكن بيحصل اللي انت شايفه ده. لكن فجأة بيظهر العميل فيل، والعميل فيل ده بيشتغل في منظمة اسمها شيلد، والمنظمة دي احنا اتكلمنا عليها في فيلم ايرون مان الاول والتاني، فلو ما شفتهمش روح شوفهم وتعالى كمل الفيديو ده، بس ممكن تخليك عادي يعني. والناحية التانية بنشوف لوكي وهو بيقرب من المكعب بتاع عمالقة الصقيع، وبمجرد ما بيلمسه شكله بيتحول لشكلهم. فاتصدم لوكي وقال له اودين انه هو كده فهم سر تفضيل ثور عليه، وفي اثناء كلامهم بيقع اودين من طوله وبيتعب جدا. بعدها بنشوف صحاب ثور واللي بيكونوا متضايقين جدا من اللي حصل له، وبيروحوا عشان يتكلموا مع الملك اودين
لكن الصدمة انهم بيلاقوا لوكي هو اللي قاعد على عرش المملكة، وبيعرفهم ان الملك اودين مريض وانه عينه كملك بداله، وده طبعا ما حصلش يعني. بعدها بنشوف ثور اللي خرج من المستشفى وقاعد ياكل زي المفجوع، وبيكون قاعد مع جين وباقي العلماء، وهم بيكونوا مستغربين جدا من اسلوبه وطريقته، لكنه بيسمع راجل بيقول انه لقى مطرقة غريبة والمطرقة دي محدش قادر يشيلها، فبيروح يسأله عن مكانها، ولما بيعرف المكان بيروح لمحل حيوانات أليفة وبيقول لصاحب المحل انا عايز اشتري حصان. فصاحب المحل بيقوله انت عبيط يا اسطى ولا ايه؟ حصان ايه اللي هتشتريه من هنا ده؟ لكن في اللحظة دي بتوصل جين وبتنقذ الموقف وبتاخد ثور وبيروحوا المكان المطرقة، لكنهم بيتفاجئوا لما بيلاقوا منظمة شيلد سيطرت على المكان وبانت حوالين المطرقة معسكر كامل، وكل ده عشان يقدروا يعرفوا ايه سر المطرقة الغريبة دي. فبيسيب ثور جين وبيخترق المعسكر ده، ولما بيكتشفوا وجوده بيبدأ الحرس يجروا وراه، لكنه بيضربهم كلهم وبيوصل للمطرقة، وأول ما بيوصل لها بيبتسم وبيضحك ان هو بقى حقق انجاز يعني، لكنه في الاخر ما قدرش يرفع المطرقة وقعد يعيط. وبتيجي المنظمة تقبض عليه وبيبدأ العميل فيل يحقق معاه شوية، وبعدين بيخرج وبيسيبه عشان جاله تليفون مهم من المدام بقى ما تفهمش ولا من مين. لكن الصدمة بقى ان ثور بيلاقي لوكي واقف قدامه وبيتكلم معاه وبيقول له ان الملك اودين مات وانه بقى ملك اسجارد الجديد، فبيطلب منه ثور انه يرجع تاني، لكن لوكي بيقول له ما ينفعش اول قرار ليا كملك يبقى مخالف لاخر قرار للملك اللي قبلي، وبيسيبه وبيمشي. وبنشوف لوكي وهو بيحاول يرفع المطرقة لكنه ما بيقدرش يرفعها لان مش هو اللي يستحق يرفعها اصلا. بعدها بيوصل إيريك وبيفهم العميل فيل ان ثور مجرد عالم مهووس وبيحب يكتشف الحاجات الغريبة، وعشان كده كان عايز يوصل للمطرقة، فبيوافق فيل انه يخليه يخرج معاه، لكن بيطلب من رجالته انهم يراقبوه. بعدها بقى بنشوف لوكي وهو بيتكلم مع ملك الصقيع، وبنكتشف ان هو الشخص الخاين اللي اتقال عليه في اول الفيلم، وبيطلب لوكي منه انه يقتل الملك اودين، وفي مقابل ده هيديله المكعب بتاع مملكة الصقيع. وبنرجع تاني لمملكة اسجارد وبنشوف صحاب ثور وهم بيتفقوا على الانقلاب على لوكي لانهم شاكين ان هو خاين وهو اللي تسبب في كل اللي حصل ده. ولما بيوصلوا كوكب الارض بالسلامة بياخدوا وقت طويل جدا على ما يوصلوا لثور، لكنهم بيوصلوا له في الاخر وبيسلم عليهم وبيحضنهم، لكن بيعرفوه ان الملك اودين لسه عايش وان لوكي بيكذب عليه. بعدها بقى بنشوف لوكي وهو بيتخانق مع هاندل لانه بعت صحاب ثور لكوكب الارض وبيستخدم مكعب مملكة الصقيع وبيجمد هاندل. بعدها بقى بيبعت الحارس الضخم اللي شفناه في اول الفيلم بيقتل عمالقة الصقيع، بيبعته لكوكب الارض عشان يقتل ثور ويقتل صحابه. ولما بيوصل الحارس الضخم ده بيفتكروا العميل فيل نموذج جديد من بدل ايرون مان، ولو ما شفتش ملخص ايرون مان هتلاقيه في الاي اللي هتظهر فوق دلوقتي دي. بعدها بقى الحارس الضخم ده بيضرب على فيل، لكن فيل بيقدر يهرب منه، وبعد كده بيروح لثور واصحابه وبتبدأ معركة كبيرة جدا بينهم، وثور طبعا بيتدخل عشان ينقذ اصحابه، لكنه بيتضرب لان مش معاه المطرقة بتاعته، والمطرقة بتاعته بتمثل جزء كبير جدا من قوته، ووقع للأسف وكان على وشك الموت. لكنه للمرة الأخيرة بينادي على المطرقة، والمطرقة بتتحرك من مكانها أخيرا وبتروح له، وبيستعيد ثور قوته بعد ما أثبت إنه يستحق إنه يشيل المطرقة مرة تانية، وبدأ يهاجم الحارس العملاق ده لحد ما فنياخه خالص. بعدها بنشوف الملك لوفي وهو بيقرب من سرير الحاج اودين وبيطلع سكينة شكلها غريب وكان هيموته، بس الصدمة بقى ان لوكي بيقتله، لكن لوكي عمل كده عشان يبان البطل الشجاع اللي انقذ ابوه ويبقى هو الملك المستقبلي اللي بجد يعني. لكن في اللحظة الأخيرة بيوصل ثور وبيعرف أمه الحقيقة كلها وإن لوكي هو السبب في كل اللي حصل ده أصلا، فلوكي بيهاجمه لكن ثور ما بيبقاش عايز يضربه وبيقول له مش هضرب أخويا، لكن لوكي بيرد عليه وبيقول له أنا مش أخوك، وبيبدأ القتال بينهم. والقتال ده بيستمر لفترة طويلة لحد ما ثور بيقدر يهزمه وبيحط المطرقة بتاعته على صدره عشان ما يقدرش يتحرك. بعدها بيسحب ثور المطرقة بتاعته وبيدمر بوابة الباي فورست، والبوابة دي بقى هي اللي بتوصل عالم مملكة اسجارد بباقي الممالك التمانية التانية. وبيتضايق جدا ثور لأنه عمل كده عشان بالطريقة دي مش هيشوف جين مرة تانية،
لانه وقع في حبها، بس هو كان لازم يعمل كده عشان يأمن اسجارد من اي هجوم وينهي الحرب بين الممالك كلها. بس في الوقت ده لوكي بيهاجمه وبيبدأ قتال جديد بينهم، لكن الاتنين هيكونوا خلاص هيقعوا في الفضاء. بس في اللحظة دي بيظهر اودن وبينقذ ثور، وثور بيمسك في ايد لوكي عشان ما يقعش، لكن لوكي بيقرر انه يسيب ايده ويقع في الفضاء كعقاب ليه. وبيكون اودن وثور حاسين بحزن كبير جدا على لوكي برغم كل اللي هو عمله. والناحية التانية بنشوف نيك فيوري، ولو ما تعرفش مين الراجل ده فهو من أهم شخصيات منظمة شيلد، فأنت برضو ما تعرفش مين منظمة شيلد دي أساسا. فهقولك شوف ملخص فيلم ايرون مان التاني وتابع معانا باقي ملخصات مارفل عشان أنا وأنت نعرف، أنا معرفش برضو. المهم بقى يا صديقي ان نيك فيوري ده استدعى عمك إيريك واداله زي مكعب كده، ولما بيسأله إيريك وبيقول له ايه البتاع اللي بينور اللي انت هتديهولي ده، بيقول له ان دي قوة عظيمة جدا ولو عرفنا نستغلها هنبقى في حتة تانية خالص. المفاجأة بقى اننا بنشوف لوكي. هتقول لي ايه يا عم ده مش لوكي لسه ميت من نص دقيقة؟ هقولك ايوه بس ده لوكي عادي يعني. المهم بقى اننا بنشوف لوكي وهو بيتحكم في إيريك وبيخليه يوافق انه يستكشف المكعب اللي بينور ازرق ده، وبينتهي الفيلم على كده. وطالما وصلت لهنا يا صديقي يبقى عجبك الملخص، او ما عجبكش وانت بتحب تجلد ذاتك يعني. المهم يا ريت تجاوب على سؤال حلقة النهاردة، واللي هو تفتكر بقى لوكي بيكره ثور وأودين فعلا ولا لا؟ مستني اجابتك في الكومنتات. وبس كده يا صديقي، ما تنساش بقى تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس وتعمل كوباية شاي وتخش تنام. شكرا.